السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ آسيا. كما دائما كما عودتكم بوصفات جديدة وخفيفة وسريعة وسهلة وبنينة. خلاص احنا ان شاء الله راح ندخلوا على رمضان. اليوم جبت لكم وصفة بدل البورك بعجينة سحرية وخفيفة وسريعة واقتصادية جدا جدا جدا. جبت لكم وصفة الكوكا بطريقة غير الطريقة اللي تعرفوها، يعني طريقة جديدة خفيفة. العجينة خفيفة وسحرية وبنينة ومرقة كأنك عاملة عجينة طوريق. ناخدو ريسيبيون نحطو فيه علبة نتاع زبادي، الياغورت ناتيغ يكون طبيعي. نضيفو العلبة اللي درنا بها الزبادي نضيفو نصها نتاع زيت. من بعد نضيفو حبة بياض بيضة، يعني ناخدو بيضة نحطو الصفر لاجيها نحتاجو في الاخر، وناخدو البياض نضيفو قرصة ملح. نخلط كل المقادير مع بعضها. نعاود ديك المقادير: علبة الزبادي، العلبة اللي درنا بها الزبادي نعبرو بها نص زيت، نص عبار نتاع الزيت. نضيفو قرصة ملح، نضيفو بياض بيضة والصفا نحتاجو في الاخر. نضيفو كيس خميرة الحلويات. هنايا من بعد نضيفو الدقيق بالتدريج، يعني نضيف الدقيق ما نضيفش كمية مرة واحدة، بالتدريج حتى نتحسنوا العجينه طريه بزاف. شوفي العجينه لازم كي تكوني تضيفي الدقيق ما تضيفي بكميه ضربه واحده كميه كبيره، لا بالعقل ديري مغرف وضيفي بالعقل حتى تشوفي العجينه خلاص تلمت معاك وتكون طريه. لازم تكون طريه لخاطر حنا نورقوها بالنشا. نقسموها على كورتين، يعني نقسم العجينه على جوج كرات ونغطيها ونخليها ترتاح لمده نص ساعه ربع ساعه كما لك تشوفي الوقت نتاعك. الا كنتي مستعجله خليها ربع ساعه برك. كان عندك وقت ديريها قداش ما خليتيها راح تكون معاك العشريده اللي كنتي العجينه راح تسهل معاك في التوريق. ناخذ مقله نحط فيها قيس واحد 5 مغارف تاع الزيت، وناخذ 2 حبات بصل نقشروهم ننظفوهم نغسلوهم نقطعوهم نحطوهم في الاشوار. نحطوهم في الاشوار لازم نقطعوهم خشان، نطحنهم يعني خشان ما نخليهمش رقاق بزاف. الا كان ما عندكش الاشوار لما بغيتش تطحني في الاشوار قطعيهم قطع صغيره. ثاني كي تقطعيهم حاجه مليحه، ما تربيهمش وما تطحنيهمش بزاف، طحنيهم كيما نقولوا دوره ولا زوج، ومن بعد تخليهم كشغل يبانوا لك كشغل كي مقطعهم بالسكين. ناخذ هنايا 4 حبات طماطم متوسطي الحجم. انا هنايا ما نحطش فيها طماطم العلب، يعني نحط فيها طماطم تاع الحب. نغسلهم ما نقشرهمش، نقطعهم قطع مكعبات صغيره. شفتوا كيفاش قطعتهم. قبل ما نقيسوا الطماطم ضفنا كما قلت لك البصل على الزيت، نخليها حتى تتبال حتى تولي معايا صفراء، حتى نشوف اللون تاعها تبان. ما ديريهاش وهي نيه، ما تضيفيش عليها طماطم وهي نيه، ضيفي عليها طماطم وهي كي تصفر معاك ضيفي عليها طماطم. من بعد كتضيفي الطماطم كما قلت لك 4 حبات طماطم قطعوا قطع مربعات صغيره، ما تنحيلهاش القشره تاعها، ديريها بالقشره تاعها. نضيفوا لها نص مغرف صغيره تاع ملح حسب الذوق نتاعك، مغرف بابريكا، مغرف نص مغرف كمون، ومغرف فلفل حار. الا كان ما تبغيش الحار ضيفي فلفل اسود برك، ما تضيفيش فلفل حار، اللي يبغي الحار يديرو. من بعد نخلو المره نحركوه حتى نشوفوا خلاص. ما تقعدي كي تكوني تحركي ما تعبزيش الطماطم، يعني ما تهريش الطماطم، خليها تقعد معك قطع، لازم تقعد معك باينه قطع. كي نشوفوا صايله الطماطم ولا البصل طابو تشوفي خلاص بالك الزيت تحبسي. ومن بعد ضيفي لها مغرف صغيره نتاع السكر، صغيره ماشي معمره، مغرف صغيره باش علاش تقل هذيك الحموضيه نتاع الطماطم، باش كي تاكليها ما تحسيش بحموضيه الطماطم، تقلي هذيك الحموضيه تاع الطماطم. ومام طون السكر يموت لاصيت نتاع يعني يقتل لاصيت نتاع الطماطم. حتى لو كان تاكلي ما تكني بالخف طماطم ديروا حموضيه، يعني ما حدير لك حتى حاجه. من بعد كما قلت لك صايت طلعت لك ليها، شفتي الزيت وضفتي السكر، طفيها وخليها تبرد. خدي هنا العجينه، شوفي العجينه اللي حليتها لازم ترشي طاوله العمل بالمايزينا مليح، وتحليها بالرولو وتطويها على 4 كما نطوي المسمن، تطويها على 4. كل ما تحلي وتطوي ترشي النشا المايزينا، كل ما تحلي وتطوي ترشي المايزينا. شوفي كيفاش راني ندير، انا نعجل لكم فيديو باش ما نطولش عليكم الفيديو. شوفي حلي ورشي مليح، ما تكتريش بزاف. شوفي كيفاش بكميه قليله، يعني قيس واحد مغرف صغيره ترشي وتطوي وترشي وتطوي ديريها على 4. من بعد تخليها ترتاح لمده ربع ساعه نص ساعه، قد ما خليتيها قد ما مليح. بعد ما ارتاحت لي جبتها رشيت طاوله العمل بالنشا ونحلها. لازم تحليها على سمك ماشي رقيقه بزاف ماشي خشينه، لازم تكون متوسطه، ماهيش رقيقه ماهيش خشينه. يعني انا الكميه هذه شوفي دارت لي الصينيه نتاعي، دوك نوريك هي الصينيه تاعي، يعني المقدار تاع اللي انا درتو جاني قد مع الصينيه. من بعد ترفدي، شوفي كيفاش راني نحلها، لازم تقديها مليح عشان تحليها على الصينيه.
كما قلت لك ما تكثريش المايزينا باش العجينه ما تنشفلكش تاني. صدقيني راح تجيك مرقه وتقول لك دايره بلا بات فايتي. يعني الطريقه هذه ما شاء الله جات بها ما شاء الله. شوفي انا هنا كان ما وصلتليش العجينه، الجناب لازم نقطعوا الجناب تاع العجينه. شوفي تزيديو في الطرف اللي ما وصليلكش، مثلا كان ما وصلكش كما انايا من الفوق. من بعد راح نحل العجينه الثانيه. شوفي رشي طاوله العين كما قلت لك بالمايزينا، ما تكثريش النشا وحلي. شوفي كيفاش راني ندير. والصينيه تاع الفرن كنا دهناها. هنا الفرن مشعلاتو على 180. كي ندخل عفوا كي ندخل كوكا كي ندخل الفطيره ولا كوكا، هي كوكا، هي بصراحه كوكا. كاين بعض الدول اللي تفرجوا كيفاش كوكا، مسمينها احنا في الجزائر كوكا، مشهوره عندنا، بصح ما تعملش بهذه الطريقه، تعمل بطريقه ثانيه. من بعد حليت العجينه الثانيه حطيتها على جهه. جبت الصلصه الصوص. شوفي ما فيهاش، لازم تكون بارده، ما ديرهاش سخونه. انا شويه كانت سخونه لهنا بصح ماشي بزاف، يعني ما العجينه جات معايا مليحه. تحليها مليح. شوفي اقتصاديه جدا جدا. العجينه سهله، مقاديرها موجوده عندك في البيت. ما راح ديري كفته، ما راح ديري طون، ما راح ديري دجاج، حتى حاجه. وصدقيني تجي بنينه. واش راح نقول لك، يعني ما شاء الله تجي بنينه بزاف. من بعد تجيبي الجبن تاع البيتزا وترشيه. ما كاش عندك الجبن تقدري تستغني عنه. واش هو، انا نقول لك بكل صراحه الجبن يعطي لك طعم خطير. يعني تجيبي الجبن تاع البيتزا وديريه. كان ما عندكش تقدري ديري من غير الجبن. علاش؟ خاطر العجينه راهي مرقه، دايره كي العجينه تاع لابيت فايتين. يعني تقول لك تاكلي حاجه، تاكلي عجينه تاع لابيت فايتين، ماكش تاكلي عجينه عاديه يعني بصراحه. بعد ما رشيت الجبن مليح نحط العجينه الثانيه. شوفي كيفاش نحطها، نبلع الاجناب مليح، يعني ننزل العجينه على في الجناب. شوفي كيفاش راني ندير. قلت لك دائما الاطراف هذوك اللي يكونوا عندنا زياده نقلعوهم، ما نزيدوش نهودوهم لتحت، نقلعوهم. راكي كيما تحليها اكيد تلقيه في العجينه، تلقيه في المناطق عندك في الصينيه خاصها شويه تاع العجين، تروحي زايداهم ماشي مشكله عادي. لازم الصينيه تكون مقاس الصينيه اللي عندي هذه ما تكونش كبيره بالمقادير اللي انا عطيته لك. كان عندك الصينيه نتاعك كبيره ديري ضعفي المقادير، يعني ضعفي المقادير باش تجيك مرقه وتجيك ناجحه. لازم تتبعي خطوه بخطوه كما درت انا. يعني كوني معايا لاخر الفيديو باش الوصفه تنجح معاك. هي الوصفه سهله في نفس الوقت اقتصاديه، يعني مقاديرها موجوده عندك في البيت. ما فيهاش الزبده اللي نقولوا تاخذ لك كميه كبيره بالزبده. العجينه فيها الزيت، حبه بيض، علبه زبادي، يعني مقاديرها بسيطه جدا. حتى الحشوه نتاعها بسيطه جدا، يعني حشوه بنينه وسهله. ديريها كما درتها انا، يعني بالطريقه اللي انا درتها، وصدقيني راح تجيك بنينه. حتى لما كانش عندك الجبن ديريها من غير الجبن، كان عندك الجبن الثاني يعطيلك طعم كبير ومليح، يعني تقبلنا ما شاء الله. من بعد هنايا راح نجيب، انا شوفي يعني كملتها خلاص، راح نجيب السكين ونقطعها من الفوق. شوفي كيفاش نقطعها، ما ننزلش السكين لتحت. علاش راني نقطعها من الفوق؟ باش العجينه ما تنفخش معايا، خاطر انا مرقاها مثل عجينه الفيطاج. راح تشوفي في الاخر، قعدي في الفيديو تشوفي الفيطاج نتاعها كيفاش راح يجيني. صدقيني راح يجي ما شاء الله. لكن انت ما بغيش تقطعيها، يعني خفتي تقطعيها العجينه تروح تخسر منك، ولا هي ما تخسرش العجينه كما هي. نعطي لك طريقه ثانيه، تقبيها بالشوكه، تقبيها بالفرشيطه كما نقولوا، تقبيها باش يطلع لك الهواء نتاعها، يطلع ما ينفخاش يعني انا راني باغيها يجي الورق نتاعها طبيعي، يعني ما تجيش منفوخه بزاف. ندهنها بصفر البيض. انا صفر البيض هنا حطيت له مغرف تاع زيت باش التكرميشه نتاع الفوق تاع العجينه تجيني طريه، لما كي تجي مقربشه تحسي بها طريه. بعد نجيب هنا الزيتون، نحط لها حبات تاع زيتون في كل مربع. الفرن راهي سخون على 180 درجه، ما تشعليش من الفوق غير من التحت. كي تشوفي الجناب تاعك حمروا لك شعلي من الفوق. كان الفرن تاعك يحمر فوق والتحت ما تبقاش تشعلي له من الفوق. صدقيني راح تجيك بنينه 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 واقتصاديه، وفي نفس الوقت راح تغيري على البوراك، وتغيري يعني في الطاوله نتاعك كل مره، ما ديروش نفس الروتين. شوفي هاي الحبه، شوفي كيفاش جات. راح نوري لك من بعد التورق كيفاش جا، يعني صدقيني مرقه ما شاء الله ما شاء الله. يعني نتمنى انكم ديروها، نتمنى انكم ديروها، سهله وسريعه، حتى المبتدئات يديروها ما يخافوش. شوفي التورق نتاعها، شوفي هنا شويه الكاميرا راهي بعيده، شوفي التورق صدقيني مرقه كيما الفوق كيما لتحت. شوفي الحشوه نتاعها، يعني المقادير اللي درتها حتى حشوتها جات ما شاء الله. راح نقرب لكم الكاميرا وتشوفوا تاني مليح الفيطاج نتاعها كيفاش راه جاي.
العجينه هذه تقدري ديري بها اي مملحات او حلويات، راح نجيب لكم بها وصفات ان شاء الله. شفتي الطوراق؟ شوفي. نتمنى ان شاء الله الوصفه عجبتكم وسهله واقتصاديه، ديروها تنجح معكم، والسلام عليكم.